تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. المنظومة البيقونية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، مصطلح الحديث العدو شدوه إن شاء الله قطعة. ثالثا قزلق حكم الاحتجاج به. لقائت مرسل حديثان دود لاترا حكم ودتن مكشتو إلى داتي. المراسيل على قسمين. مرسل حديث شندقي ديقشتو. القسم الأول حلغر نجا مراسيل الصحابة، أصحاب شي مرسل حديث. والصحابة على قسمين، أصحاب شندقي بيقشتو حلغر نج من أمكنه التحمل والسماع من الولاح شي نتقع شقا حديث حيث خزا نتقع شقوقس، فمراسله مقبولة بالاتفاق. تن مرسل حديث قوبل ديشتو بالاتفاق تسيدنا قلاسنا، إلا عند بعض من شذ تعبولو تأكلن تسدنا تعبول ناخبوتك تعبول عيل ناخبوتك. شو نجا شو جروبا من لم يمكنه التحمل والسماع شيء وقتخل لقى حديث حيث خز وقتخل لقويزا، فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي عليه السلام. تأخذون حديثا حكم قيتشن حكم دو من المخضرمين تست شغل نشبوقش تست مخضرمون شمشبو تعلقر نشبو تعديعبوش بشبو اشتعبوش شير حكم دوتنا يشملشبو الذين لم يسمعوا من النبي عليه السلام. يلش نقا تسخز اشبوقش تست نبرمال تابعين شبالرش تخنش بالرش سير دول حكم دباشن تون حديثين. داك القسم الثاني شولو داك مراسيل غير الصحابة. داك أصحاب شبوش قيتشير مرسل حديث. اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالحديث المرسل على أقوال. علم شنع رزنق لأسيو دود كساتنا دود مرسل حديث ثاني اشتل مرسل حديث ثاني دود لاتر حكما قاحر رزنق لأسيو سيرة على أقوال رازن لين شبوك دويزة. حلغنك ذهب جمهور المحدثين إلى أن الحديث المرسل حديث ضعيف. دقبل علم شنيخا دقبل المحدثون تير نيني يشتئ مرسل لا إذا أسلاب حديث دوال. شو منيني القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار. وقارا شو منيني خيو مطلقا تست أبسلوتنا قابل دم إكش حديث دوال لشبو مصو خينع مصو متع اشتغلشبو. قول نجا قبوله بشروط قابل درا نو تعصلو ثاني، وهو قول الشافعي. الشافعي بنيني وهو منقول عن الإمام أحمد. إمام أحمد يقرديس ندويزة، وقد ذكر هذه الشروط الشافعي في الرسالة. داق شافعي الرسالة بوجين شوعي أصلو شيتيسن باخ في صفحة 62 و400 فما بعدها تستحق ستراني تديرة تلقي دعابوك دوكس جتيرس تشيسة تروي ستراني استعدادول دلا داق تلقي دعابوك دوكس فما بعدها بعد هذه الصفحة. فقال رحمه الله: فمرسل التابعي الكبير يقبل إذا اعتضد بواحد من 4 أمور. فقال رحمه الله قحا والله أعلم إمام أحمد يدخل مقاقعت وألا تابعين بوق وتابعين مرسل حديثة إذا قبل ديدو يقبل نقع سنة إذا جاغلوش دلعبت كريبلات دلعها عنه من ثاني هقدئهم نقط عنه من ثاني. حلغر نقا أي يرد موصولا من طريق آخر. حلغر نق تستي حديث وموصولا تسبولني شيء تسبوشكا يوشما خدا دوش مرسل دوش قيتشني قولي حديث دار هر تعويو هر دلاح وجاء قوم الدوي موضوقس.
شو نجا يرسله غير من أرسل عن رواة الأول تاق إز مرسل دوش حديث تعمدي سرا ملو أدوش غير من أرسل تاق إش عن رواة الأول например شي حديث دو تاق حلغر حديث يحا например حلغر حديث يحا مرسل حديث за передачи шугар бюч дицин чуо и чуо важаца дицер бог докис жуга запутана мало из но والله أعلم إيش دقيس قولنج أي يوافق قول أحد الصحابة تاق إز نيس دوشلر تان صحابي شو ألدل هم ثاني دوشلر تو دوشل حديث دولنج أي يفتي أكثر العلماء بمقتضاه إتن سمسل ثاني دقوا العلم ناغا فتوى دلر تيس إشتر فالشافعي يشترط في المرسل شروطا وهي الشافعي مرسل حديث يحا أصله إشخيتتسو إشيو حالغرنك أن يكون المرسل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب حالغرنك مرسل تيسي مرسل حديث دوشك خلر بقي تابعين شخا سعيد بن المسيب سن شو نجا يكون المرسل ثقة في نفسه مرسل حديث دوشك تيشمي خلوية زاد قول نجا ألا يروي إلا عن ثقة تاق تيشمي والشنجر بي حديث دوش واتش خلوية زاد رابعا سبب الإرسال تاق ديول نجا مرسل حديث ديسن بحن هدو حلغ نجا أن يكون الراوي سمع الحديث عن جماعة من الثقات وصح عنده أقات عن بيرداتش كان حديث خزغ المجدقو ناخ يجرى تيشمي بوش بولو وصح عنده تاقتن صحيح خليز حديث تنجرجحا فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه تاق مرسل دوش حديث تعديد سو تن نيس خلان تيت اوجينا شيخ شكرا تشتي حيات سدوش то есть نيس تخاتسون مهديتشي بيش بوشواتي زالا شفارق تعديد سو كما ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال تاق هونغر مسد سرت وألا ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد ابن مسعود يقر الشهدوش تقاقي دقنا خيقر خزسونا وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت نقع سنسا حدي شندي ساها تنتيا قحاس تتعالو قيني قال نبرمرا استياقن شنقر دوشوني باق تو يسخل تنقر دي تنتعا دقنا خي دي سناس مغلقتن شول نقا يكون نسي من حدثه به وعرف المتن تقديت الخلراء من حدثه به شين حدث ديس نقويتسو الخلراء تعنا نماتن يوستن فذكره مرسلا تقطع حدث حهدا مرسلا تويسيشن ديس نكتحواش لأن أصل طريقته هند الشيء هم درن تنبخا أنه لا يحمل إلا عن ثقة что тиеш менчунгар би حديث حويج واتس دير إذا то есть шахангар шашин حديث ندق تدوتسون но по-любому пич бочолчунгар шахаса ятим хатсуни قولنق ألا يقصد التحديث حديث ديت ولا يوش فيذكر الحديث على وجه المذاكرة شين دقع على الترحم شيء نيزوست عام وشيش دقع على شين دوشتو إباء حديث أو على وجه الفتوى يتعن تعربلوش تعبروست تعربلوش حكم دي الشيء فتوى لطو باحتنس فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة تأخمتن حايطو بروست هند أجوش تقيدول ديري تحول حدون السند تقاويشات ولا سيما إذا كان السامع عارفا وصوبنا يسلي خشولها بمن طوى ذكره لشهرته ملو توا تنسكريتو نجا تسكريتو نج ويش نجحسن يخز خش ولا أصوب النستي لشهرته أخشى غروال خلر بحندوش أو غير ذلك من الأسباب قيد البحندوش كروجي
وهذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة. هرا كسات النتيقتو مرسل حديث تدويش باش تلك بقلوش بول شارقرابي تس حديث حدث باش بوش دي أولنك إذا كان الراوي ممن يرسل عن كل أحد قابل داتشك ولا حا مسارقر بدراد المرسل حديث دادويش تس يشمي ولا واتا حديث حويش تاقي حاغات سيواش دادويش تا ولا فربما كان الباعث له على الإرسال خلمجا إذا تشوجا مرسل حديث مرسل دوش ديتان تيوش خلم خلمجا ضعف من حدث شيء حديث ديس نكسلاب خضر لكن أما هذا يقتضي القدح في فاعله أما هرا يهم ديشوج إشت مرسل حديث دوش خلشن دودة ديز دوستن وجه ديك حالدات بوغدويزة لما تترتب عليه من الخيانة يا مرسلوشين ديحا خل ديرة وندار توشت حديث دوش داق تو أبشي سلابي چونگر حياة خليزة داقي بقت غل تنغوند بالغل تندر شيگر حديث حاوش مرسل حديث تنگر مرسل حديث دوشوغا خاديش توينا إذا بقبل ناخي قربي حديث حاوش غوتي. خامسا قبخوغا هل يجوز تعمد الإرسال خاخ أشيشت مرسل حديث ديت مكشدوي تسبيل داتشك سعوي تتويش لا يخلو المرسل أن يكون شيخه الذي حدثه بالحديث فأسقطه عند رواية الحديث مرسلا من هذه الاحتمالات. مرسل حديث دوتش وقا شيقع دوتش خل شواتس تاك مرسل حديث دوتش وقا إذ خلش أن يكون شيخه الذي حدثه بالحديث مرسل حديث دوتش وقا تن شيخ مرسل حديث دوتش وقا دوتش ويوتش وشواتس شيخ حديث ديتن أولو وقهر حديث شيخ ديتن أولو تو أعوجن أولو حديث دوتشن مرسلا تستشتا من هذه الاحتمالات تستحق وزمرنا الشخاء هو يرتع دوتش ويشواس بولبوم هو يرتع خل ديتن بعتو إشتي حديث ديتن حلغ نيجا يكون شيخه عدلا عنده وعند غيره تن شيخ يحدثه حياتك خلرا تيشمي هو انجرقع قيتشن جرقع فهذا جائز بلا خلاف هرمكشن دو تعارض نباسيوش شونك يكون غير عدل عنده شين جرقع تيشمي واتز ولا عند غيره يقيتشن جرقع تيشمي واتز فهذا ممنوع بلا خلاف هرمكشتا تعارض نباسيوش قولنك يكون عدلا عنده لا عند غيره هون جرقع تيشمي وي هون شيخ قيتشان جرقع حواتس ديولنك يكون غير عدل عنده ولكنه عدل عند غيره هون جرقع تيشمي واتس قيتشان جرقع تيشمي ويس والوجهان الأخيران يحتملان الجواز وعدمه تقاط إحر شيوي دا تريتي چتورتي هر شيء وغر مگر تسمگر شيء چلوتس باخ تو است اشتالش بو بولوس. سادسا شستوينغا مراسيل صحيحة صحيح دوشتول مرسل حديث حلغ نيك مراسيل سعيد بن المسيب هو اشتباخ شو نيك إبراهيم النخعي هو دو قولغ محمد بن سيرين ديولنك سعيد بن جبير خولنك عمرو بن دينار يلخولنك مسروق بن الأجدع ورخولنك قيس بن أبي حازم برخولنك عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وشبوه وغيرشا ديك دبوه لكن أما لابد أن يصح الإسناد إلى المرسل من هؤلاء أما شسند نيس خليز هو غير خولو مرسل انتقاتشت إرسال مرسل حديث دوش وشو انتقاتشت نيس خليز باخ فقد يكون الراوي إلى مثل ابن المسيب ضعيفا خيل مجا ابن المسيب سن والشنا حديث أدال وشا
هو تقاش ليتس أسلاب ينك خلمك باخ فيطرح الحديث من أجله إبا عندوش تي حديث تعطو تدوية تنساه جت لو تردات سابعا ورخونيك مراسيل ضعيفة سلابية مرسل حديث حلغنيك مراسيل الحسن هونشتو وشونيك مراسيل الزهري هوشتو قولنيك مراسيل قتادة قول خوشتو دي أولنيك مراسيل حميد الطويل دي أولنيك خوشتو ثامنا برغلغة ميزان المرسل مرسل حديث استوچنيكش قوكنيكش شميتشوعدوش حلغنيك المراسيل لأبي داود شبيرو هريو شونيك المراسيل لابن أبي حاتم شونيك هونشو تاك وقت دوية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك